لو انت مقدم في جامعه خاصه وجامعه اهليه، المفروض بعد ما بيجي لك القبول بيكون في حاجه اسمها الانترفيو، والحاجه التانيه اختبار انجلش. طيب الاثنين دول بيكون ايه نظامهم؟ عايز اقول لك حاجه، الاثنين دول حاجات روتينيه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش بعد ما يكون جالك القبول انت تترفض بسبب ان انت ما جاوبتش حلو في الانترفيو او ما حلتش حلو في امتحان الانجليش. مفيش حاجه اسمها كده، انت جالك القبول انت كده كده هتدخل الجامعه. لكن اللهم الانترفيو ده بيكون شيء روتيني مش اكتر، ومش كل الجامعات بتعمله. الحاجه التانيه بقى اختبار الانجليش. اولا الاختبار ده حاجه حلوه ليك، لان انت لو اجتزته فانت تمام، هتكون الموضوع عادي بالنسبه ليك وهتجتازه، وهو اوريدي بيكون سهل. طيب لو انت ما اجتزتوش فهو هيبقى ماده زياده هتضاف ليك، يعني هتدفع مبلغ وهتدرس ماده زياده فوق المواد اللي انت هتدرسها اللي هي انجلش 1، عشان يخليك مساوي لمستوى زمايلك لما تدخل الجامعه. يعني حرفيا كانك بتاخد كورس انجلش لكن جوه الجامعه، فالموضوع هيكون مفيد جدا وما يضايقكش. الامتحان بقى بيكون عباره عن ايه؟ بص، اولا الامتحان بيجيب لك صوره وانت تبدا تسبيك تتكلم بالانجلش وتبدا تعبر عن الصوره دي بكلام، ده بيكون اول حاجه. الجزء الثاني جزء الجرامر، وده بيكون سهل جدا 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 لان انت لسه مخلص ثانويه عامه وتقريبا الكلام ده انت لسه مذاكره وفاكره يعني، فمش صعب. والجزء الثالث ده بقى المفروض الكلمات، بيختبر كم الكلمات اللي انت تكون عارفها. الجزء الرابع والاهم وده حرفيا اللي بيحدد انت هتجتاز في الامتحان ولا لا، بيكون الكتابه. الجزء ده بيجيب لك صوره قدامك وانت تبدا تعبر عنها بموضوع، تحكي قصه، يقول لك انت شايف ايه في الصوره دي، فتبدا تتكلم. بيكون من 200 ل 300 كلمه. الفكره ان هو بيكون صوره ورا الثانيه ورا الثالثه، والامتحان بيكون ليه وقت محدد، فالفكره ان انت تحاول تكتب اكبر قدر ممكن في اقل وقت ممكن. لو عديت موضوع الرايتنج ده فصدقني باذن الله هتكون اجتزت الامتحان وبسهوله. اخر حاجه عايز اقول لك يا دكتور صيدلي، دمتم في رعايه الله.